اوكي. قبل ما اللاب يفتح واظبط المذاكره وكده، فهعمل التوك بتاع النهارده. وزي ما قلت امبارح التوك بتاع النهارده هيكون عن تاخير الصلاه. وزي ما قلت قبل كده انا كلامي هيكون عن تجربتي انا، يعني مش هلتزم بكلام معين، بس هقول تجربتي اللي حصل معايا واللي انا جربته ونفع معايا. بس ريمايندر كده في الاول انه طبيعي كلنا يحصل لنا زي انتكاسه كده، ومفيش حد بيرفكت عامة. فزي ما بقول كده طبيعي ان كلنا يحصل لنا زي انتكاسة ونأخر الصلاة، نجمع الصلاة، يعني بيحصل حاجات كده. ولكن المهم بعد الانتكاسة دي ان احنا نرجع احسن من الاول كمان. المهم فانا جت عليا فترة كده السنة اللي فاتت تقريبا كنت بأخر الصلاة عن عمد. يعني كنت ببقى قصده اللي هو انا سامعة الاذان بيأذن وقاعدة على السرير ماسكة موبايل ومش عايزة اقوم، وحقيقي ما كنتش لاقيه سبب لده غير ان انا مثلا مكسله. لحد ما يعني الموضوع ده قعد فتره طويله، فواحده واحده بدات احس ان انا حياتي ملخبطه، مش ماشيه تمام. الدنيا يعني الدنيا والامور عامه مش ماشيين تمام. فما كنتش فاهمه الموضوع ده من ايه، او انا حياتي مش مظبوطه من ايه. لحد ما فكرت كده شويه وقعدت التفكير انا ايه ممكن اكون بعمله غلط اخر فتره. فجه في بالي ان انا باخر الصلاه. فقلت يعني خدت قرار مع نفسي اللي هو خلاص تمام، انا هظبط حوار التأخير ده وهشوف ايه اللي هيحصل. طبعا يعني من غير ما اكمل، هو كده كده تأخير الصلاة ده كان ليه علاقة شديدة جدا بنفسيتي وبان الدنيا ملخبطة عامة في حياتي يعني. فحصل فعلا وبقيت بجبر نفسي ان انا اول ما اسمع الاذان اقوم، او بعمل حركه بقى احسن بكتير واللي قلت عليها تقريبا في تاني فلوج او اول واحد مش فاكره. وهي ان انا بقوم اجهز للصلاه من قبل ما اصلا الاذان ياذن. وبصراحه الحوار ده يعني بجد كان بيساعدني جدا ان انا ما اخرش الصلاه خالص خالص يعني. فبدات اجبر نفسي ان انا اقوم اصلي الفرض في وقته. و يعني كمان متوقع انه الدنيا بدات تتظبط شويه. طبعا ما اتظبطتش على طول، بس لما التزمت فتره طويله ان انا ما اخرش الصلاه وافضل اللي هو بصلي على طول الفرض في وقته، بدات احس انه يمكن مشاكلي ما اتحلتش، بس بدات احس ان انا بقيت اهدى وقلبي بقى مستريح اكتر وهكذا يعني. فبعيدا عن العقاب اللي بيحصل في الدنيا، وهو ان احنا ما بنبقاش يعني بنبقى حاسين في حاجه غلط في حياتنا عامه، بس ما بنبقاش قادرين نحدد ايه هي. فهو ده عامه ليه عقاب في القبر. وطبعا محدش يقدر يستحمل عقاب القبر، ومحدش يقدر يستحمل اصلا اي عقاب ولا نار ولا اي حاجه. فدايما بفكر هل الحاجه اللي انا مأخره الصلاه عشانها دي تستحق؟ يعني انا مأخرة اهم حاجة ممكن تكون اهم حاجة في الحياة، او هي اوريدي اهم حاجة في الحياة، ومأخراها بسبب مثلا ان انا بسكرول على الموبايل، او ان انا قاعدة بذاكر، او ان انا باكل. يعني هل الحاجات دي تستحق؟ وخصوصا حوار المذاكرة ده اللي هو انا مأخرة المذاكرة عشان مأخرة الصلاة عشان المذاكرة. هو انا المفروض اقوم اصلي عشان ربنا يوفقني في المذاكرة. فمفيش حاجة تستحق ان انا اأخر الصلاة عشانها. وكل ما احس ان انا هكسل بقى او كده برجع افكر واقول لو الصلاة دي كانت مثلا امتحان او درس او محاضرة او ايا كان، هل هبقى هتأخر عادي؟ هل انا هقول بقى مش مكسلة واتأخر بمزاجي، ولا هقوم جري عشان الحق الميعاد؟ ولو اتأخرت عن الميعاد هقعد يعني اتأسف للدكتور قد كده عشان يقدر يدخلني، وكل ده وحاجة اصلا مش مهمة يعني اذا محاضرة او سيكشن او ايا كان. فما بالكوا بقى بالصلاة اللي هو احنا هنتأسف ازاي اصلا؟ ودي اهم حاجة، اهم حاجة في الدنيا، اهم من محاضرة، اهم من سيكشن، اهم من درس، اهم من تمرين، اهم من اي حاجة حرفيا. فدايما بشبهها بكده، لو ده درس انا هتأخر عليه مزاجي، هل هقول مكسلة واتأخر؟ اكيد لا، مش هعمل كده. ودي طبعا حاجة وحشة جدا ان احنا يعني ازاي بنحط اصلا الصلاة وامور حياتنا العادية في مقارنة، لان مفيش مقارنة. ولكن يعني ربنا يهدينا ويثبتنا كلنا. وحاولوا يا جماعة بجد ما تأخروش حوار الصلاة، واظبطوا المنبه قبل الأذان ب5 دقايق زي ما قلت قبل كده. اظبطوا قبل الأذان ب5 دقايق، وده هيساعدكم جدا بجد اللي هو تقوموا تجهزوا قبل ما يأذن، بحيث ان هو اول ما يأذن انتوا جاهزين ومش هتكسلوا خالص. بس ده كان التوك بتاع النهارده. انا زي لايف ابديت نسيت اقول امبارح ان انا الاسبوع الجاي ده عندي 3 امتحانات، و3 امتحانات مش احسن حاجه خالص، فدعواتكم.